الجولة مباراة صعبة ومباراة مهمة بالنسبة للشرطة. هنا شهاب الليلي، الأمور صعبة على هذا المدرب، صعبة على الكادر التدريبي بأكمله وحتى اللاعبين. على ضوء هذه النتائج جماهير غير راضية بالتأكيد. حامل اللقب الشرطة واحد من الأندية الكبيرة، واحد من الأندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. اليوم حضورها ليس بذلك الحضور الكبير، على اعتبار أنه الجماهير بكل تأكيد هي يعني هناك زعل من قبل الجماهير ولها الحق. هنا وسام طالب عدة سنوات مع أمانة بغداد، وبالتالي يطمح من خلال هذا اللقاء أمام الشرطة للحصول على النقاط الثلاث، ولكنها صعبة، يعني صعبة أمام الشرطة، وكذلك الشرطة أمام أمانة بغداد هي الصعبة، على اعتبار كل فريق يريد أن يحقق النقاط الثلاث والتعويض من خلال هذا اللقاء. محمد سلمان حكمنا الدولي اللي يقود هذه المباراة. محمد سلمان مباراة مهمة، يطلق الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري، ولقاء أمانة بغداد أمام الشرطة، لقاء لحساب الجولة السابعة من المرحلة الأولى لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024. بداية المباراة، تشكيل الحاضر. نبدأ مع الشرطة الفريق الضيف لمباراة اليوم. يلعب بأحمد باسل، يزن العرب، أحمد زيرو، فيصل جاسم، أحمد يحيى، وكذلك لدينا أحمد فرحان وبسام شاكر، فهد اليوسف، عبد المجيد أبو بكر، وإدريس نيانج، ومحمود المواس. هذه تشكيلة شهاب الليلي المدرب التونسي اللي يقود فريق الشرطة. بالمقابل أمانة بغداد يلعب بحسن عباس، محمد موسى، ميلاد فلاح، وأيمن الزيج، محمد الحسن اللاعب الغاني، وعمر عدنان، نبيل صباح، مصطفى فلاح، وكذلك لدينا كرار علي بري، وماتيوس إدواردو اللاعب البرازيلي، وأولاديو يعقوب اللاعب النيجيري. هذه تشكيلة المدرب وسام طالب لمباراة اليوم. طاقم تحكيم المباراة بقيادة محمد سلمان وجهاد عطية وبافيل جلال الحكم المساعد الثاني، الحكم الرابع حامد طالب. حكام الفار لدينا الحكم أحمد جمعة ومحمد لؤي الصبحي، ومقيم الحكام ميثم خمار. كل التوفيق لطاقم تحكيم المباراة. هنا بسام شاكر سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا بسام اللي سجل على القوة الجوية في مباراة 2-2، سجل هدف جميل، هدف من الأهداف الجميلة من خلال تلك المباراة في ديربي من ديربيات بغداد اللي أقيم في الكوت. مباراة يوم انتهت بهدفين لكل فريق. كرة لأحمد يحيى، تمرير بعد ذلك فهد اليوسف لأحمد فرحان، انطلاقة سريعة جهة اليسار لفهد اليوسف بكرة لمصلحة الشرطة، عرضية ولكن بعد ذلك الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ضربة ركنية. هذا فهد اليوسف، ركنية الآن. هنا حسن عباس حارس المرمى، ضربة ركنية بمصلحة الشرطة الآن، على يسار أو على يمين حارس المرمى حسن عباس.
فهد او محمود على التنفيذ للضربة الركنية، تنفذ ولكن بعد ذلك ابعدت، عادت لمحمود. مواس لفهد اليوسف بكرة امامية ولكنها وصلت لحارس المرمى حسن عباس. هنا احمد فرحان لاعب كان مصاب ولكن العودة كذلك ولاعب ممتاز ولاعب يقدم افضل ما لديه مع فريق الشرطة. كرة فيها عودة لأحمد باسل. طبعا الشرطة بالمركز السابع 10 نقاط، بينما أمانة بغداد في المركز الثامن عشر ب4 نقاط. كرة في الوسط، تمرير بعد ذلك أولاديو مرر مقطوع عن طريق بسام. كرة لإدريسة، إدريسة نيانج، عبد المجيد أو هذا بسام شاكر. كرة فيها صافرة وخطأ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة الشرطة. يزن العرب، يزن لأحمد فرحان. 5 دقائق مرت، لا أهداف في المباراة لغاية الآن. فيصل، كرة لبسام، تمرير ليزن العرب. يزن لمصلحة الشرطة، تمرير بعد ذلك عبد المجيد أبو بكر لفيصل، يحاول كرة لمحمود المواس، محمود المواس، ولكن الكرة بعد ذلك وصلت لحارس المرمى. هذا محمود المواس. شوف الإعادة، الكرة اللي تقدم فيها ولكنه تعثر فيها ووصلت لحارس المرمى، مع كان كذلك رقابة من قبل محمد موسى مدافع أمانة بغداد. تبقى المحاولات للشرطة، أكثر استحواذ على الكرة وانتشارها في الملعب. كرة بجهة اليمين، أحمد زيرو، دريس نيان، جهة اليمين ولكنها مقطوعة الآن. ضغط من بسام، أحمد زيرو والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا أحمد زيرو، كرة مرت غيابات عديدة مؤثرة بنفس الوقت بالنسبة لفريق الشرطة. لوكاس، أمير صباح، ميمي، علي عبد الزهرة، حسين علي، مناف يونس، أسماء مؤثرة، وكل يعلم بأن هذه الأسماء لها حضور كبير في دورينا. كرة لفهد اليوسف، فريق أمانة بغداد كل يعلم بأن هناك إصابة للوكاس شالون منذ بداية الموسم. كرة لبسام، يحاول داخل منطقة الجزاء، تبقى المحاولة لأحمد زيرو. أحمد، صافرة وخطأ لكرار علي بري. كرار علي بري والخطأ الآن. شوف الإعادة، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لمصلحة أمانة بغداد. أيمن رزيج بكرة عالية، أولاديو، كرار علي، مرار، وبعد ذلك بن نبيل، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هنا عبد المجيد
ابو بكر اللي يسجل في مرمى القوة الجوية مع بسام شاكر. هجوم الآن، تبقى المحاولة لمصلحة ماتيوس البرازيلي. مقطوعة الكرة الآن، فين اليوسف؟ ماتيوس، إدواردو، وصلت بعد ذلك لعمر عدنان بنقل الكرة. كرار علي البري، عرضية للأمام ولكن هناك صافرة. إيلات فلاح، وهناك صافرة من قبل محمد سلمان حكم المباراة. ربما حالة تسلل، إشارة حاضرة من الحكم المساعد الأول جهاد عطية. كرة لأحمد فرحان، مقطوعة عن طريق محمد موسى. كرة إلى خارج أرضية الملعب من محمد الحسن اللاعب الغاني. إخراج الكرة للإطمئنان على سلامة محمود المواس. محمود أول هداف بكل تأكيد، يعني غير عراقي يحصل على الهداف للدوري ب 22 هدف. في الموسم اللي حقق من خلاله اللقب فريق الشرطة موسم 21 22، بعد ذلك اللقب كذلك للشرطة 22 23 بقيادة أحمد صلاح المدرب الذي يقدم صورة مميزة مع الأنيق أمام الفرق. وبعد توليه قيادة فريق الطلبة خلفا للمدرب أحمد خلف. آخرها طبعا النتيجة اللي كانت مميزة يوم أمس أمام فريق دهوك في ملعب دهوك، ويقلب الخسارة من هدف للا شيء لانتصار ب3 مقابل 1. كرة لمحمد الحسن، محمد موسى للغاني مرة أخرى، عمر عدنان بنقل الكرة. لغاية الآن لا توجد خطورة على المرميين إلا بكرة محمود المواس اللي يتعثر فيها. محمد موسى، إبعاد الآن، عمر أولاديو، ضغط، وبعد ذلك الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. تماس الآن لمصلحة فريق أمانة بغداد بعد العودة للدوري الممتاز ومباشرة لدوري النجوم العراق بالنسبة لفريق أمانة بغداد. الأمور ليست بالجيدة لغاية الآن بالنسبة لهذا الفريق. مركز 18 ولا زلنا يعني في الجولات الأولى من خلال هذا الموسم وصولا لهذه الجولة السابعة. لدينا جولات قادمة ومرحلة ثانية بأكملها، وبالتالي ممكن أمانة بغداد أن تكون لديه الأمور أفضل. كرة ليزن العرب عالية، أحمد زيرو، كرة اصطدت وتحولت إلى رمية تماس من الجهة البعيدة. هنا أحمد زيرو، والمباراة لغاية الآن 0-0 0-0. رمية تماس، أيمن الزيج، إبعاد عن طريق عبد المجيد أبو بكر. هذا عبد المجيد
مستوى رائع مع فريق الشرطة يقدمه في دورينا. هناك بعض اللاعبين المحترفين يقدمون المستوى الكبير، منهم هذا اللاعب، وهناك العديد من الأسماء، ولكن الأبرز لغاية الآن علاء الدين الدالي هو هداف دورينا ب6 أهداف. ولدينا بالمركز الثاني محمود خليل مهاجم فريق الكهرباء، وصل للهدف الخامس بعد ما سجل يوم أمس في مرمى الكرخ في المباراة اللي انتهت بهدفين لكل فريق. بالمركز الثالث على مستوى الهدافين إبراهيم توميو مهاجم فريق نوروز. هنا الحكم المساعد الثاني بافيل جلال. هذا أيمن لاعب خبرة، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة أمانة بغداد. كرة للأمام ماتيوس، طالت إلى تماس. حكم المباراة يعيد تنفيذ رمية التماس من مكان خروجها، وبالتالي كرة وصلت ليزن العرب. فيصل جاسم، يزن، كرة للأمام، بعد ذلك الإبعاد. أولاديو لأحمد فرحان، تمرير لبسام، كرة مقطوعة. أولاديو صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة. هذا النيجيري أولاديو يعقوب، واحد من اللاعبين اللي جددوا لفريق أمانة بغداد. هنا جماهير الشرطة التي تنتظر عودة الشرطة للصدارة، وكذلك يعني عودة النتائج المميزة. كل يعلم بأنه الصدارة الآن لنفط ميسان ب 14 نقطة. فرسان المملكة نفط ميسان بقيادة الأردني هيثم الشبول يقدمون مستوى كبير، وهداف دورينا من نفط ميسان. علاء الدين الدالي سجل مرتين هاتريك على الطلبة في مباراة 4-0، سجل 3، وعلى الميناء في مباراة 3-0 هو اللي سجلهم، هو صاحب الهاتريك الثاني. فهد اليوسف بكرة عالية جهة اليمين، ابعاد بعد ذلك، صافرة وخطأ، ضربة حرة مباشرة. لغاية الآن مباراة حتى دون الوسط، لا توجد فرص. لا توجد كرات خطيرة. كرة ترسل عالية، أحمد يحيى، تمرير لأحمد فرحان، استخلاص جميل للكرة، سيطر على كرته، وحكم المباراة يعود لاحتساب الخطأ. محمد سلمان حكم هذه المباراة، بينما هنا أحمد فرحان. يزن العرب على التنفيذ الآن. هناك مباريات تقام بنفس التوقيت،
نفط البصرة والزوراء، وكذلك مباراة كربلاء والنفط، ولدينا مباريات متبقية. كذلك اليوم لدينا مباراة أربيل ونفط الوسط، وتختتم مباريات الجولة بلقاء السفانة وغزلان البادية، الميناء والنجف. كل هذه المباريات تشاهدونها يعني عبر قنوات الوطن، قنوات شبكة الإعلام العراقي، على قناة الرياضية، على قناة السريانية العراقية، قناة الكردية العراقية، قناة التركمانية العراقية، القناة الإخبارية، القناة العامة. في بعض الأحيان تنقل عليها مباريات. كل المباريات ليس على مستوى دورينا، حتى على مستوى مباريات منتخبنا الوطني تشاهد المباريات تبث على جميع قنوات شبكة الإعلام العراقي. خطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة الشرطة، خطأ في مكان خطير. ما يسمع هاشم، ما يسمع. محمود المواس قريب، وكذلك بسام شاكر. من سينفذ كرة خطيرة أخطر من الضربة الركنية؟ ممكن لفريق الشرطة من خلال هذه الكرة، الكرات الثابتة أحد الحلول بكرة القدم. ربما هذه بسام أو محمود المواس ترسل للأمام، إبعاد أحمد فرحان تابعها، ممكن شاتها، سددها، مطالبة بلمسة يد، ولكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب، يجب إخراج الكرة. وصلت لأحمد باسل، تمرير الآن. محمد سلمان يوقف المباراة. بالسلامة لي محمد موسى على ما أعتقد، مدافع أمانة بغداد. شوف وسام طالب، توجيهات مستمرة مع منير جابر، مع خلدون إبراهيم. ما شاهدنا الإعادة إذا ما كانت الكرة بوجه اللاعب أو هذه، يعني هي ما كانت باليد، لكن كذلك ما كانت في وجه اللاعب. هنا شهاب الليلي، بماذا تفكر يا شهاب الليلي؟ تفكر بأن تكون الأمور مميزة وطيبة، وجماهير الشرطة تمني النفس بهكذا أمور، ولكن لا نعلم كيف ستكون الأمور بالنسبة لفريق الشرطة، فريق اللي يصل للجولة السابعة، يعني من 6 جولات تلقى خسارتين. هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لجماهير الشرطة. نعم هي كرة قدم، نعم ممكن أن تكون ليس فقط خسارتين من 6 مباريات، لا حتى من يعني ربما أكثر من ذلك، أكثر من تلك الخسائر. هذه كرة قدم، كرة ملعوبة لعبد المجيد لمحمود المواس، جول الشرطة وجمهوره، لا تيأسوا إن رجعتم خطوة للوراء، فالسهم يحتاج أن يرجع للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. إي والله هكذا الأمور، ومحمود المواس يسجل وبالتالي يفتتح باب التسجيل للشرطة. شوف عبد المجيد أبو بكر نقل الكرة صح وحضرها المواس صح،
وحطها صح، وبالتالي تقدم الشرطة بأول أهداف المباراة. شوف الإعادة، الله عليك يا محمود يا مواس بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء الآن. تقدم الشرطة وسجل الشرطة، وبالتالي هدف للشرطة مقابل لا شيء لأمانة بغداد. دقيقة 23 محمود المواس أول أهداف المباراة. حكم المباراة كذلك ينتظر من حكم الفار، ولكن أعتقد بأن الحالة سليمة. الهدف صحيح وصريح، وبالتالي هدف للشرطة مقابل لا شيء لأمانة بغداد. شوف هو حضرها لنفسه ولعبها بهذه الطريقة على الزاوية والقائم البعيد، وبالتالي يتقدم القيثارة الخضراء بأول أهداف المباراة. ينتظر القرار محمد سلمان من حكم الفار، أحمد جمعة مع محمد لؤي الصبحي. هدف صحيح، إذن يتقدم الشرطة بأول أهداف المباراة. فرحة أنصار الشرطة. شوف محمود المواس بهكذا روح وعزيمة كبيرة لدى هذا اللاعب. فهد اليوسف، كرة خاطئة من أحمد زيرو. فيصل لبسام، أحمد زيرو بنقل الكرة عالية. عبد المجيد صانع الهدف الوحيد، لكن صناعة الهدف مميزة جدا كانت عن طريق عبد المجيد أبو بكر. كرة لماتيوس، أولاديو، نيجيري، أيمن رزيج. صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة الآن لكرار علي بري. كرار علي بري لاعب ومهاجم فريق أمانة بغداد. كرة للأمام. عاد الآن فريق أمانة بغداد سيحاول أن يعود، أن يتعادل. عبد المجيد أبو بكر، إدريسة لفيصل. كرة ليزن العرب. يزن مرة لعبد المجيد، تغيير اتجاه اللعب لأحمد زيرو. فيصل جاسم، فيصل لإدريسة لبسام شاكر. بسام يحاول، كرة خطيرة ثاني، اصطدت وعادت، ومن ثم شاتها أحمد فرحان، سددها ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف الإعادة، توغل ممتاز، وهنا التسديدة اللي كانت ممتازة عن طريق إدريس نيانج، ولكنها اصطدت بمحمد موسى، وبعد ذلك تابعها أحمد فرحان وتحولت إلى ركلة مرمى. جماهير الشرطة بكل تأكيد هي فرحة بهذا التقدم. ركلة مرمى حسن عباس على التنفيذ، عالية، كرة فيها ابعاد ووصلت لكرار علي باتجاه ماتيوس. اولاديو يحاول داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك لمسة يد
هذا اولاديو يعقوب النيجيري. كرة لأحمد زيرو، هجوم للشرطة الآن، انطلاقة سريعة، محاولة مستمرة لمحمود المواس ووصلت لحارس المرمى. عمر عدنان، كرة لأمانة بغداد، اولاديو، فيصل وصافرة وخطأ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشرطة. شوف الإعادة للكرة التي طالب فيها بخطأ محمود المواس. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. فيصل على التنفيذ في الأخطاء. أمانة بغداد والشرطة 10 أخطاء، 6 الشرطة، 4 أمانة بغداد. يزن العرب لفيصل جاسم، عبد المجيد لفيصل، كرة لأحمد زيرو، تمرير، بعد ذلك وصلت ليزن العرب، أمامي الكرة ميلاد فلاح، كرة لماتيو، ضغط على حامل الكرة، ضغط على أحمد يحيى، وصلت لأولاديو، نبيل، كرة للأمام، هجوم لأمانة بغداد، ولكن العودة من قبل أحمد زيرو. عودة لحارس المرمى أحمد باسل. هنا فهد اليوسف، وصلت بعد ذلك التمريرة للأمام، حارس المرمى حسن عباس، غياب كذلك لعلي ملائي عن صفوف فريق أمانة بغداد من خلال هذا اللقاء. بداع الإصابة، كرة من أحمد باسل، وصلت لي محمد موسى، حسن عباس، محمد الحسن، محمد موسى، كرة للأمام لأمانة بغداد، إبعاد من يزن العرب إلى رمي التماس. هنا يزن، بينما هنا ميلاد، نبيل، لاعب خبرة في دورينا، كابتن أمانة بغداد. أحمد فرحان لمحمود المواس، لأحمد يحيى، تمرير فهد اليوسف، تريسا نيانج، أحمد زيرو، فيصل، كرة للشرطة في وسط الملعب، تغيير اتجاه اللعب جهة اليمين، هجوم الآن، محاولة مستمرة، عرضية باتجاه محمود المواس، ولكن الكرة مقطوعة الآن. نبيل، ميلاد فلاح، ماتيوس، أحمد يحيى، يزن العرب، أولاديو لماتيوس، ولكن الإبعاد والتغطية الممتازة من قبل فيصل الجاسم. ميلاد فلاح، رمي التماس، يحاول أمانة بغداد ويعتمد على المرتدات، يعتمد على الكرات المرتدة، وبالتالي يحاول عسوان يعني واحدة من هذه الكرات المرتدة. هنا الإبعاد من أحمد باسل، كان ممكن أحمد باسل مسك للكرة من خلال اللقطة الماضية.
حصل الكرة من خلال هذه اللقطة. كابتن حارس مرمى منتخبنا الوطني العراقي. كرة لمحمد موسى، محمد الحسن، عمر عدنان، أمانة بغداد، أيمن، كرة خاطئة. دقيقة 35، 10 دقائق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول، ويبقى تقدم الشرطة بهدف عن طريق محمود المواس في الدقيقة 23. محمد موسى لنقل الكرة الآن، صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة. خطأ لماتيوس، ضربة حرة مباشرة في مكان جيد لأمانة بغداد. يعتمد على الكرات الطويلة أمانة بغداد. هنا الكرة التي طالب فيها بخطأ أحمد زيرو. من نتائج طبعا هذه الجولة خسارة نادي القاسم 3-0 أمام نفط ميسان، خسارة دهوك أمام الطلبة 3-1، فوز زاخو على نوروز 1-0، تعادل الكهرباء والكرف بهدفين لكل فريق. هذه النتائج لمباريات يوم أمس، وننتظر مباريات اليوم. كربلاء النفط، نفط البصرة والزوراء، والشرطة وأمانة بغداد، وأربيل أمام نفط الوسط، وتختتم المباريات بلقاء الميناء والنجف. كابتن ميلاد، محمود المواس لأحمد فرحان، صافرة وخطأ على ميلاد. هنا أحمد فرحان خطأ، والضربة الحرة المباشرة لمصلحة الشرطة. فيصل ليزن العرب، أحمد يحيى، تمرير بعد ذلك، كرة وصلت لي يزن للأمام، ميلاد فلاح، صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة فريق أمانة بغداد. كل تأكيد يعني إذا ما أراد الأمور أن تكون أفضل من خلال الشوط الثاني، عليه أن يتعادل من خلال الشوط الأول، والشرطة إذا ما أضاف الثاني من خلال الشوط الأول كل تأكيد الشوط الثاني ستكون الأمور أفضل. كرة لعبد المجيد، أحمد يحيى لأحمد فرحان، لعبد المجيد، فهد اليوسف، عبد المجيد أبو بكر، ممكن حاول، قدم فيها خطيرة، وحارس المرمى، حارس المرمى تصدى، الله على عبد المجيد، تقدم فيها ومر، وبعد ذلك حارس المرمى تصدى لكرة عبد المجيد أبو بكر وجها لوجه مع حسن عباس، ولكن التصدي كان ممتاز، خروج موفق لحارس المرمى. نبيل، محمد الحسن، أحمد يحيى، استخلاص جميل للكرة، بعد ذلك وصلت لأحمد فرحان، يحاول تمرير فهد اليوسف ولكنها مقطوعة. عادت سرعان ما تعود للاعبي نادي الشرطة. هنا الضغط من فهد اليوسف، تغيير اتجاه اللعب لأيمن، كرار علي، كرار
أيمن رزيج، عمر عدنان، نبيل لعمر، كرة لأمانة بغداد، ميلاد، كرة طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوط أول كنا نتوقع أن تكون الأمور يعني أفضل، مباراة خطيرة، مباراة أسرع، ولكن هذه الأمور أكيد ننتظرها في الشوط الثاني وفي الخمس دقائق الوقت المتبقي. أتمنى أن تكون هذه الأمور حاضرة، سرعة بالأداء، هجمات سريعة، محاولات، كرات خطيرة. هذه الأمور بكرة القدم يجب أن تكون حاضرة لمتعة المباريات. كرة لبسام يحاول مرور ممتاز، الله على بسام، الله على بسام، مرور ممتاز، وبعد ذلك سدد الكرة بيساره ومرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب. هنا مر من الأول، مر من الثاني، وشاتها بيساره، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا كرة عبد المجيد كذلك بحل فردي ممتاز. شوف بكرة واحدة مر من أمام ثلاثة لاعبين. عبد المجيد أبو بكر، كرة ليزن، أحمد يحيى أمامي الكرة، محمود المواس خطف الكرة، انتظار الزميل لأحمد فرحان، أحمد يحيى، عبد المجيد، أبو بكر خاطئ الكرة، وصلت لبسام، بسام بعد ذلك لفيصل، عبد المجيد، هجوم للشرطة لبسام، دقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. يزن العرب، كرة ولمسة جميلة، فهد اليوسف لمحمود المواس، وتغيير اتجاه اللعب لأحمد زيرو، استلمها صح وتقدم صح، كرة بجهة اليمين، محاولة مستمرة وتوغل وقطع للكرة من قبل أيمن رزيج لكرار، أيمن كرار علي بري، محمد الحسن، نقل الكرة للأمام، أولاديو، سافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة لأولاديو يعقوب. على دكة البدلاء لفريق الشرطة لدينا أسماء: محمد كريم، كرار عامر، وعلي جاسم، محمد مزهر، علي حسني، وعبد الرزاق قاسم، سجاد جاسم، محمد داود. هذه الأسماء الحاضرة على دكة البدلاء بالنسبة للمدرب شهاب الليلي ونادي الشرطة. بينما أمانة بغداد على دكة البدلاء علاء خليل وعلي عباس، صفاء جبار، عدي شهاب، ليث تحسين، محمد خالد جفال، محمد إبراهيم، وأكاتي لاعب التوغولي، وجاسم محمد. هذه الأسماء المتواجدة على دكة البدلاء لدى المدرب وسام طالب وأمانة بغداد. كرة لعبد المجيد، تريسة، بسام، تمرير لفهد اليوسف، ولكن الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. شاهد فهد اليوسف في وسط الملعب، كنا دائما نشاهده يعني على الأطراف.
كرة لأحمد فرحان، ابعاد من قبل اولاديو. نبيل في نقل الكرة ولكن اقرب لأحمد زيرو، لمحمود المواس. محمود يحاول الآن، ربما لدينا حالة تسلل أو حكم المباراة. على كل حال شوفوا محمد الحسن المحترف الغاني مع محمود المواس صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن. هذه الكرة التي طالب فيها بخطأ أحمد زيرو. حكم المباراة يعود لاحتساب الخطأ. هنا كرة لي فيصل، أحمد باسل ينتظر الوقت المحتسب بدل عن الضائع. فيصل جاسم 3 دقائق. كرة لمحمود المواس، خطيرة الآن، خطيرة للمواس. كرة العرضية عالية، فهد اليوسف والإبعاد بعد ذلك يأتي من قبل محمد موسى. كرة كانت خطيرة للشرطة، سيطرة واضحة للشرطة من خلال الشوط الأول. ميلاد، إبعاد إلى تماس. أحمد يحيى لأحمد فرحان. عبد المجيد، كرة وصلت بعد ذلك. فيصل، إدريسة، فيصل ليزن العرب. يزن بكرة للأمام. محمود المواس، هذه خطيرة للمواس ولكن الإبعاد. إبعاد إلى ضربة ركنية لمصلحة الشرطة. اليوم المواس مشاهدة بعزيمة كبيرة، هو عازم على تسجيل الهدف الثاني، عازم على الحصول يعني نقاط المباراة الثلاث والانتصار وعودة الشرطة. وهذا الكل يعني الكل يتمناه، جماهير الشرطة، الإدارة، الكادر التدريبي، اللاعبين. ضربة ركنية تنفذ عالية. محمود المواس، جول! الله! جول ثاني، جول ثاني للشرطة. هذه المرة يظهر الأسمراني، يظهر الأسمراني. هذه المرة إدريس نيانج يسجل الهدف الثاني للشرطة، وبالتالي هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. شوف الإعادة، وبالتالي الكرة من محمود المواس وإدريسة اللي لعب الكرة براسه حط الكرة، حط الكرة، حط. الله عليك يا إدريسة، في المكان السليم. هكذا يتمركز من خلال اللقطة الماضية ويسجل الثاني للشرطة في الوقت المحتسب بدل عن الضائع، يضيف الثاني. هدفين للشرطة الآن مقابل لا شيء لأمانة بغداد. هدف في الدقيقة 47 في الوقت المحتسب بدل عن الضائع في الدقيقة الثانية. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة محمد سلمان لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين مقابل لا شيء لأمانة بغداد. استراحة قصيرة
على امل العوده ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني. الى اللقاء. لكتيبة البرتغالي ولكتيبة المدرب لؤي صلاح والكادر التدريبي واللاعبين، وأيضا مبارك لنادي الزوراء. جول جول جول. لا 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 لا، هناك راية، هناك راية وقرار للمساعد ظفر بشار خلال دوري نجوم العراق. على ما يبدو هناك فار نعم فار ونعم هدف أول لنادي نوروز، أول إهداف في المباراة. الهدف الأول يحتسب بقرار حكم المباراة. أول إهداف المباراة لأصحاب الأرض. مرتضى حديب يحتفل بالهدف الأول لمصلحة نادي نوروز في شباك نادي كربلاء، بعد أن كان هناك قرار للمساعد ظفر بشار بإلغاء الهدف. لكن شاهد هذه الإعادة وهذه التسديدة. نعم، بعد أن سدد اللاعب ديار يا أخي، وهذه نعم هذه اللمسة الأولى وهذه العرضية من محمد سامي من خلال الكرة الثابتة. كان هناك قرار لظفر بشار، لكن مرتضى حديب يسجل أول أهداف المباراة لنادي نوروز بعد تسديدة محمد سامي، وبعد ما كمل عليها اللاعب ديار يا أخي، لكن أكمل وأدخلها الشباك اللاعب مرتضى حديب. وبالآخر الهدف الأول بالمباراة لمصلحة نادي نوروز. هنا مستمرة لنادي نوروز. محمد يحاول من محمد سامي، انقطعت وتمشي تسديدة عدت جول. يسجل الهدف الثاني لنادي نوروز من إبراهيم توميو، يسجل الهدف الثاني لنادي نوروز، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين دون رد. نعم، صاحب الرقم 49 يسجل الهدف الثاني في المباراة. شاهد المرور، شاهد محمد سامي بعد التوغل، ومرر هذه الكرة لستار ياسين، لكن ياسين أعطاها على طبق من ذهب، قال له هاك روح سجل. نعم، وسجل إبراهيم توميو الهدف الثاني في المباراة. نعم، هذا اللاعب يضيف الهدف الثاني بعد ما سجل في المباراة الماضية في شباك أمانة بغداد. هذا هو نوفون، ماشية الكرة يا نوفون، خاطئة، وإبراهيم الثالث جول، ثالث الأهداف. نعم، الأسمراني إبراهيم جحيم، إبراهيم هذا جحيم يسجل الهدف الثالث في شباك العبيد، في شباك كربلاء. شاهد يقول له سمعني. شاهد هذه، نعم هذه التمريرة، الأسيست الجميل من وسط الملعب، وإبراهيم انطلق، إبراهيم عدى، إبراهيم سجل ثالث الأهداف. تصبح نتيجة المباراة 3-0 لنادي نوروز، ثلاثية قاسية جدا. نعم، شاهد طريقة الاحتفال، يحتفل بطريقة بونيتيلي الإيطالي بهدفه الثالث الآن في المباراة. هل ينجح محمد؟ يغير في اتجاه لعب، كرة ممتازة يانيك بابكر يحاول والسقوط لبابكر، لكن لوكاس لف ودار الكرة. الله
مباراة الحدود، وبالتالي اخترق دفاع صقور الجبال تتلقى أول الأهداف عن طريق الكناري. بابكر جبريل برأسية قاتلة، حاول محمد صالح الوصول إليها، والآن يأتي الهدف الأول، هدف للكناري عن طريق هذا اللاعب بابكر جبريل المتوهج في هذا الموسم مع الكرخ. لاحظون السقوط، حاول الحصول على ركلة جزاء، لوكاس لف ودار، وهنا لعب كرة عالية، بابكر برأسه صعبة على محمد صالح، وهذه بالقائم ومن ثم إلى المرمى، وهدف أول، عرضية من لوكاس، رأسية من بابكر، والكرة في مرمى محمد صالح. الآن بعد 5 مباريات في السادسة يأتي هدف كما قلت لكم، وهذا بابكر جبريل وضعها بهذه الطريقة وفي هذا الشكل في مرمى محمد صالح، والهدف الأول يسجل الآن لصالح لاعبي الكرخ. لاحظ الاستغراب من جانب لاعبي دهوك الموجودين على الخط، لاعبي الاحتياط. وفي حديث من الفار، هل يلغى الهدف؟ هل هنالك خطأ ليانيك زاكري؟ سجاد خالد يتحدث الآن في انتظار التأكيد. ليث فرحان الآن في انتظار تأكيد أو رفض الهدف، القرار بيد الفار. وما يجري في غرفة الفيديو ينتظر اللاعبين. لاحظ هنا يانيك بابكر، هل عرقل زاكري؟ هنا سقط زاكري وسقوط ذاتي، لا أعتقد في شيء، هدف صحيح جدا. لاحظ هنا يانيك سقط سقوط ذاتي، إلا إذا حكم المباراة تعتبر أن هنالك مخالفة أثناء السقوط، وهذه كرة الهدف شرعية تماما، لكن القرار في غرفة الفار. الأمور متروكة لليث فرحان. هنا أكد الهدف، نعم احتسب الهدف، إذا هدف يحتسب للكرخ. الكرخ هدف لا شيء دهوك. مباراة الصدارة إلى الآن يخسرها سليمان رمضان بهدف مقابل لا شيء وتفريط. علي محسن بوسط الملعب، البحث عن زميل، هذه تمريرة للأمام لإبراهيم، من إبراهيم ومرت الآن داكوستا، سدد جميلة، ربما الآن للحدود، هل سيكسرون القيود؟ لا 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 لا، مرة أخرى يطالبون بهدف. جول أول، داكوستا السنغالي يسجل أول أهداف المباراة، الهدف الأول للحدود، يكسرون القيود بهدف جميل. نعم للحدود، دورينا رفعة راس، ما حاجة لشهود، حي الله بالأبطال فرسان الحدود. هدف جميل، هدف رائع. شاهد المحاولة الأولى، حسن تصدى وداكوستا حاول، السنغالي ينتظر وبعدها سدد وسجل أول أهداف المباراة. المدافع كان داخل المرمى، نعم داخل المرمى، ويسجل أول أهداف المباراة للحدود. يأتي الهدف الأول، الهدف الجميل من السنغالي، نعم يستغل سقوط الحارس ويسجل الهدف الأول الرائع. انطلق حديث المباراة بتسجيل الهدف الأول، بينما من يريد أن يكتب السيناريو لهذه المباراة لا يزال يبحث عن التعادل بأرضه. مرت الكرة وبالراس، جول ثاني. إبراهيم غازي، من إبراهيم جحيم صب الجحيم بشباك الأمانة. نعم إبراهيم غازي يسجل الهدف الثاني في المباراة، والشخص الثالث لهذا اللاعب بعد ما سجل في شباك الكهرباء
والنفط، شاهد التوغل، شاهد المرور، شاهد العبور. داكوستا نعم أسكنها في الشباك إبراهيم، وراسية جميلة بعد العرضية تصعب على الحارس بأن يتصدى، بأن يقفز، بأن يطير ويتصدى لهكذا كرة في الزاوية البعيدة. إبراهيم غازي يضيف الهدف الثاني للحدود ويكسر جميع القيود. هذه المرة يلا الآن بهذه الكرة وتمشي لميلاد. ميلاد الآن، ميلاد والعرضية من ميلاد. أولاديو، جول 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 لأسود العاصمة. عادت الأسود، عادت الأسود تزأر بملعب الأمانة، وللأمانة هدف جميل، هدف مثير، هدف رائع. خادعت المدافعين. شاهد هذه العرضية من ميلاد وراسية نعم بنيران صديقة بهدف عكسي جاء عن طريق اللاعب حمزة عبد الحسين، يسجل هدف عن طريق الخطأ بمرمى فريقه. نعم شاهد الاشتراك بالكرة الماضية وارتقى المدافع لكن اسكنها شباك فريقه، وبخطأ دفاعي يأتي الهدف عن طريق النيران الصديقة من اللاعب حمزة، يسجل بمرمى فريقه وتصبح نتيجة المباراة 2-1. عملية تحضير مع كريست. علي يحاول للدالي. هدف أول، هدف أول فرسان المملكة عن طريق السوري علاء الدين الدالي بهدف أول نفط ميسان. نفط ميسان عن طريق الفنان علاء الدين الدالي. هدف أول فرسان المملكة بمتابعة، وفي الدقيقة 4+5. لاحظ هل هناك كان تسلل والانطلاقة والمتابعة، وكان محظوظ الدالي باللقطة الماضية. شوف أتت بالمكان اللي يريد يحبه، وبالتالي أول ورابع إلى بالدوري. رابع إلى بالدوري بعد الهاتريك أمام البطل السوري علاء الدين الدالي. شوف اصطدت من شنيشل وعادت، وبهذا الشكل نفط ميسان يفتتح التسجيل عن طريق علاء الدين الدالي. كل شيء ممكن يحدث. علاء سعد يلعب الكرة، انطلاق الدالي. علاء الدين يحاول تسديده، ثاني للدالي. الدالي يرتقي بنفط ميسان إلى العلالي. الدالي السوري، هذا عقيد جديد بهدف جميل، بهدف جديد وبقدم من حديد. الله، ذكرنا بالمواس ويانا في موسم 21 5 أهداف، يتصدر قائمة هدافي نجوم العراق. الدالي سوري وشكلين ما بعد. الله، راحت ثاني لنفط ميسان عن طريق الدالي. الدالي بهدف ثاني بكرة قوية جدا في شباك السفة. جعفر شليشل بالمرمى، حارس شاب امام دالي. علاء الدين ثالث لنفط ميسان عن طريق الفنان علاء الدين الدالي بهاتريك ثاني وبرقم قياسي في 6 مباريات. الهاتريك مرتين، هاتريك في مرمى الطلبة وهاتريك في مرمى الميناء.
لعلاء الدين الدالي. لحظ الفارقه وين؟ اثنينهم يلبسون ازرق، الطلبه والمينا، والدالي بهاتريك جديد وبستة أهداف لغاية الآن في الجولة السادسة. يتصدر قائمة الهدافين عن طريق السوري علاء الدين الدالي بهاتريك في هذا اللقاء. كرة عالية في المنتصف، ايبوا قلها بشكل خاطئ اللاعب الغاني. كنترول ممتاز من احمد فاضل، عملية الدوران من احمد فاضل، عملية الهجوم الان ممكن شاهد هدف حسام جاد الله. جول لنفط البصرة، جول لفرسان الجنوب. حسام جاد الله يسجل هدف ثاني او هدف اول، عذرا هدف اول لفريق نفط البصرة، وهدف الثاني بعد ما سجل في مرمى أمارة بغداد. النتيجة الكبيرة اللي حققها على فريق أمارة بغداد اللي خسر أيضا عصر هذا اليوم أمام فريق الحدود بهدفين لهدف. إذن حسام جاد الله يسجل هدف أول لنفط البصرة، وهدف الثاني خلال هذا الموسم بقميص نفط البصرة. حسام جاد الله يسجل هدف أول في الدقيقة 52 لفريق نفط البصرة على حساب نفط الوسط. إذن الضيف يبدأ التسجيل في مرمى المستضيف. لاحظ الإعادة والتمركز الخاطئ للاعبي فريق نفط الوسط استغلها حسام جاد الله ومر بهذه الطريقة، رغم أن كان حارس المرمى هاني شاكر يتحمل جزء كبير بدخول هذا الهدف. هاني شاكر بهدف فريق نفط البصرة عن طريق حسام جاد الله. عملية الهجوم الآن، أثير جهة اليسار، ممكن الآن نفط البصرة لو سجل ثاني خلاص، لو سجل ثاني هدف ثاني لنفط البصرة. خلاص نفط البصرة يسجل هدف ثاني، وأثير صالح البديل لفريق نفط البصرة. أثير صالح يدرك هدف ثاني بتمريرة جميلة من علي كريم، والبدلاء يصنعون الفارق، وهدف ثاني. وحيرة على مدرب فريق نفط الوسط ماجد نجم بهذه النتيجة، وخلاص نفط البصرة 3 نقاط لنفط البصرة، 3 نقاط لنفط البصرة. لاحظ الإعادة والتمريرة بشكل جميل، ومرت من أمام لاعبي نفط الوسط، وتجد أقدام اللاعب أثير صالح يشترك ويسجل لفريق نفط البصرة في مرمى نفط الوسط. أثير صالح يسجل هدف ثاني لفريق نفط البصرة في مرمى نفط الوسط. بعد ذلك التمرير، كرار محمد مهدي بنقل الكرة خاطئة، الله، كرة عكسية من المدافع هلافق يسجل في مرماه، هدف للطلبة، جول للطلبة، هدف للطلبة، كرة من مهدي كامل، وبعد ذلك بخطأ فادح من قبل المدافع هلافق، وخروج غير موفق من قبل حارس المرمى، وبالتالي هدف للطلبة. شوف بهكذا صورة، بهكذا طريقة يسجل هلافق في مرماه بهدف عكسي في شباكه. يتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة، هدف للا شيء الآن، شوف خروج حارس المرمى، وبالتالي هلافق بالرأس بكرة في مرماه، وبالتالي هدف للطلبة يتقدم من خلاله الآن. أحمد نعيم يعيد الكرة إلى سامسون ممكن يمر، يهيئ كرة حلوة لأميرسون، ممكن يسدد أميرسون، لكن سامسون وجول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء أمانة بغداد والشرطة. تركنا الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين مقابل لا شيء لأمانة بغداد. شرطة سجل عن طريق محمود المواس في الدقيقة 22، وفي الوقت المحتسب بدل عن الضاع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل عن الضاع الشوط الأول. أضاف الثاني إدريس نيان
هنا الشوط الثاني وبداية الشوط الثاني. نتمنى أن تكون الأمور على مستوى الأداء الفني للفريقين أفضل من الشوط الأول. شوط ما شاهدنا فيه فرص، فقط الأهداف، وبالتالي أمانة بغداد كذلك ربما سيحاول مع بداية الشوط الثاني، مع انطلاقة الشوط الثاني ربما سيحاول أن يقلص الفارق. كرة لنبيل، يبدو لي بنفس الأسماء، لا توجد تغييرات لا لأمانة بغداد ولا حتى للشرطة. كرة في الوسط، نبيل صباح لكرار علي، كرة مقطوعة أحمد زيرو، أحمد يحاول صافرة وخطأ على أيمن رزيد، خطأ على أيمن، ضربة حرة مباشرة لمصلحة أحمد زيرو. شوف الإعادة وبالتالي خطأ للشرطة. فيصل جاسم بنقل الكرة، صافرة وخطأ وبطاقة صفراء. إدريس نيان يتلقى البطاقة الصفراء الأولى من خلال هذا الشوط الأول. إدريس صاحب الهدف الثاني تلقى البطاقة الصفراء الأولى من خلال هذا اللقاء. كرة لفهد اليوسف، مقطوعا للكرة، تسديدة وصلت لأحمد باسم، جهة اليسار لأحمد يحيى. هجوم الآن للشرطة كما بدأت المباراة من خلال الشوط الأول بهذا الأداء وبهذا الاندفاع لكلا الفريقين. الدفاع ليس بذلك الكبير، اعتماد على الكرات الطويلة، وبالتالي ممكن أن نشاهد مباراة أفضل. كرة لكرار، سدد الكرة وحالة تسلل، ضربة حرة غير مباشرة. كرار علي بري. هناك لقاءات نفط البصرة والزوراء، تقدم الزوراء بهدفين على نفط البصرة في الشوط الأول، والنفط الضيف على كربلاء في ملعب الكوت، كذلك النفط يتقدم بهدفين في الشوط الأول. هنا التقدم كذلك بهدفين على أمانة بغداد. كرة ملعوبة في الوسط لنبيل، إيلات، نبيل صافرة وخطأ، ضربة حرة مباشرة. هنا دريسة واللقطة اللي فيها احتسب الخطأ وبعدها البطاقة الصفراء. كرة للأمام عالية، فيصل وصلت لأحمد باسم، فريق الشرطة مع عودة سين علي، مناف، ميمي، أمير صباح اللاعب المؤثر، لوكاس على عبد الزهرة. هذه الأسماء إذا ما عادت بكل تأكيد ستكتمل الصفوف بالنسبة لفريق الشرطة وستكون الأمور مثالية. محمود المواس، كرة مقطوعة الآن، أيمن، عمر عدنان، ميلاد فلاح، نقل الكرة جهة اليمين، ماتيوس، كرة مقطوعة عن طريق أحمد يحيى. فريق بغداد 4 نقاط، فوز وتعادل، 4 خسائر
سجل 3 وفي مرماه 9. يعني هذا الهدف رقم 11 اليوم مع أهداف المباراة في مرمى أمانة بغداد، وصولا لهذه الجولة، الجولة السابعة لغاية الآن. أحمد زيرو، طلاقة سريعة، تمرير الآن، كرة تبقى لأحمد فرحان، لبسام، سدد الكرة ولكنها اصطدت وتحولت إلى ضربة ركنية، ركنية للشرطة. حارس المرمى حسن عباس، ضربة ركنية لمصلحة الشرطة الآن. فريق الشرطة 3 فوز، تعادل وخسارتين، سجل 9 في مرماه 7. اليوم يصل للهدف 11. أحمد فرحان، إبعاد، عادت لأحمد، طلاقة سريعة وصافرة، خطأ، ضربة حرة مباشرة، خطأ على أولاديو، خطأ على يعقوب، ضربة حرة مباشرة الآن. شوف الإعادة، وبالتالي الخطأ والضربة الحرة المباشرة في مكان ممتاز لمصلحة الشرطة. أحمد على التنفيذ، كرات الثابتة هنا شهاب الليلي، تونسي، محطات كثيرة لهذا المدرب في تونس وخارج تونس. أحمد فرحان بضربة حرة مباشرة الآن، أحمد وبسام قريب، أقرب أحمد، هو اللي راح يسدد، سدد الكرة ولكنها ضعيفة، وصلت لحارس المرمى. هنا محمد سلمان، خطأ لحسن عباس، حارس المرمى. كرة لأيمن، أيمن أرزيج، هذا بسام، شرطة فاز على كربلاء 2-1. الانتصار الأول كان في الجولة الثانية، اليوم سجل محمد مزهر ومهند علي ميمي من خلال تلك المباراة. فوز على الميناء كل يعلم في تلك المباراة، والثلاثة نقاط احتسبت مع الثلاثة أهداف للشرطة على حساب الميناء. فوز على أربيل بهدفين مقابل هدف واحد. مهند علي ومحمود المواس هم من سجلوا. هذه الانتصارات لفريق الشرطة الثلاث من خلال هذا الموسم لغاية الآن. أولاديو صافرة ولمسة يد وخطأ. شوف هذه الكرة التي طالب فيها بخطأ أحمد فرحان. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب، كان قريب محمد سلمان، يبقى القرار لمحمد سلمان. لا نتمنى أن تكون إصابة لأحمد فرحان، على اعتبار أنه جماهير الشرطة تعاني من الإصابات لدى اللاعبين. هذا الأمر الذي يقلق جماهير الشرطة، والإصابات المتكررة والكثيرة من خلال هذه الفترة. توجيهات من شهاب الليلي لعبد المجيد أبو بكر. تعادل أمام قوة جويبي، هدفين لكل فريق. خسارة من دهوك بهدفين
للا شيء في انطلاق هذا الموسم، وخسر من النفط في المباراة الماضية بهدف للا شيء. أمانة بغداد فوز 1 على نفط ميسان بهدف لكرار علي بري. تعادل أمام الكرخ 1-1 في يوم سجل كرار علي بري، وكذلك لديه الخسارة من القاسم بهدف، وخسارة من نفط البصرة ب3 أهداف للا شيء، ومن نوروز بهدفين مقابل لا شيء. ومباراة الأخيرة والخسارة الأخيرة كانت من الحدود بهدفين مقابل هدف واحد. بالسلامة لي أحمد فرحان. حسين عبد الواحد وشهاب الليلي. فيصل جاسم. كرة لمصلحة الشرطة. تنفذ الآن. بسام يحاول جهة اليمين عرضيا للأمام، ولكنها وصلت بعد ذلك لحسن عباس. لدينا صدارة لنفط ميسان 14 نقطة، القوة الجوية بالمركز الثاني ب 13 نقطة. الطلبة يقفز للمركز الثالث. كرة خطيرة والإبعاد من قبل حارس المرمى. أبعد الكرة الماضية، أبعد الكرة الماضية. شوف الكرة العرضية والإبعاد بشكل ممتاز، كانت من قبل أحمد يحيى، والإبعاد بشكل ممتاز من قبل حارس المرمى حسن عباس. ركنية الآن. بسام تنفذ قصيرة راسية، ولكنها وصلت لحارس المرمى. مرتدة الآن. طبعا المركز الرابع فريق الحدود ب 11 نقطة، والخامس روك ب 15 نقطة كذلك. وصولا للمركز الخامس. لكن لدينا باقي الفرق وترتيب باقي الفرق بكل تأكيد. يعني كل الفرق تسعى لحصد النقاط، كل الفرق تسعى لحصد النقاط. هناك مباريات صعبة، هناك مباريات على ملعبك، هناك مباريات خارج ملعبك، هناك ظروف ربما يعني تكون صعبة على الفريق بغياب عدد كبير من اللاعبين، على مستوى الحرمان، على مستوى الإصابة. هنا وسام طارق يفكر بكيفية العودة للمباراة أمام الشرطة، الفريق المميز حامل اللقب، ومع النقص العددي على مستوى الغيابات. هنا ماتيوس، كرة مقطوعة صافرة وخطأ. ضربة حرة مباشرة لأحمد زيرو. كرة الماضية. شوف التدخل من ماتيوس إدواردو لاعب البرازيل. بسام، إدريسة، محمود المواس. كرة لمصلحة الشرطة على الطرف الأيمن، عرضية ولكنها أبعدت إلى الخارج إلى تماس. مصطفى فلاح، كرة طالت على مصطفى.
محمد داود مع محمد مزهر. التغييرات القادمة بالنسبة لشهاب الليلي. محمد داود بديلا لفهد اليوسف، وأحمد فرحان كذلك يغادر. أحمد فرحان وفهد اليوسف، والبدلاء محمد مزهر مع محمد داود. محمد مزهر صاحب أول هدف للشرطة هذا الموسم في مرمى كربلاء. السلامة لأيمن رزيج، مركز سادس طبعا نوروز ب10 نقاط، السابع الشرطة ب10 نقاط، الثامن الكرخ 9 نقاط، والتاسع النفط 9 نقاط، 10 زاخو ب9 نقاط، ومركز 11 القاسم ب9 نقاط، 12 زوراء 8، والثالث 10 نفط البصرة ب7 نقاط، الرابع 10 والخامس 10 والسادس 10 كربلاء والكهرباء والنجف لكل فريق 6 نقاط، السابع 10 والثامن 10 أربيل وأمانة بغداد لكل فريق 4 نقاط، كذلك الميناء 4 نقاط، المركز 19، ويبقى الأخير نفط الوسط بنقطتين، الفريق اللي لغاية الآن ما حقق انتصار في هذا الموسم. أكثر انتصارات لفريق نفط ميسان والقوة الجوية والطلبة ب4 انتصارات لكل فريق. بالمناسبة القوة الجوية 5 مباريات فقط، طلبة من 7 مباريات 4 انتصارات، نفط ميسان من 7 مباريات 4 انتصارات، ولكن القوة الجوية من 5 مباريات 4 انتصارات. فريق الوحيد اللي لم يخسر لغاية الآن في دورينا هذا الموسم. أقوى خط هجوم نفط ميسان ب 13 هدف لغاية الآن. بعد ذلك طبعا يأتي الكرخ ب10 أهداف، والآن الشرطة يصل للهدف 11. كرة ملعوبة خطيرة لنبيل، سدد الكرة ولكنها مرت. نبيل صباح سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. يزن العرب، كرة ملعوبة الآن، عبد المجيد أبو بكر، تمرير بعد ذلك، كرة إلى جهة اليمين، إبعاد للكرة، هجوم كرار علي بري، طالت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هنا المطالبة بخطأ. رمية تماس، ميلاد
ميلاد فلاح. كرة بعد ذلك عن طريق مصطفى فلاح. ميلاد وصلت لمصطفى، تمرير خاطئة، عادت الآن محمد داود، كرة إلى تماس، للأمام، الكرة تبعد جهة اليسار لمصلحة الفريق المستضيف أمانة بغداد. الشوط الثاني مشابه تماما للشوط الأول. كرار، إبعاد من يزن إلى خارج أرضية الملعب. هنا أحمد زيرو، إعادة الكرة من قبل يزن العرب، لاعب الأردني. لاعب القادم من الدوري الماليزي من نادي سيلانغور. من قبلها طبعا بكل تأكيد هو كان مع نادي الوحدات، وكذلك مثل الجزيرة في الدوري الأردني. كرة ملعوبة الآن لفيصل، محمد مزهر، للأمام، تمرير لبسام مع محمود المواس. محمود تقدم فيها، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا محمود المواس هداف الدوري موسم 21-22، لقب الشرطة بقيادة المدرب مؤمن سليمان. أول مدرب أفريقي اللي هو المدرب المصري مؤمن سليمان يفوز بالدوري العراقي، وكذلك بنفس الموسم محمود المواس هو كان الهداف. شرطة حامل اللقب، صاحب 6 بطولات دوري، وهناك موسم كان تم الانهاء طبعا فيه وكان الشرطة متصدر، والموسم دون تتويج لأي فريق، كان موسم 2013-2014 6 ألقاب، كانت من مواسم 79-80 بقيادة دوغلاس عزيز، و97-98 عبد الإله عبد الحميد، و2012-2013 بقيادة المدرب ثار جسام، و2018-2019 بقيادة المدرب نيبوتشا، و21-22 مؤمن سليمان، و22-23 أحمد صلاح. هذه ألقاب الشرطة. كرة لأحمد زيرو، تريسانيان، يزن العرب، محمد داود، محمد مزهر بنقل الكرة بشكل ممتاز لأحمد يحيى، خطيرة ولكن الإبعاد، إبعاد للكرة من خلال اللقطة الماضية. أحمد يحيى، تبادل الكرات، صافرة وخطأ، ضربة حرة مباشرة، خطأ لأحمد يحيى، خطأ على نبيل، ضربة حرة مباشرة. نعم السلام لأحمد يحيى،
هنا الإعادة وتدخل من قبل نبيل صباح. ضربة حرة مباشرة الآن في مكان أخطر من الضربة الركنية. محمود المواس، محمود على الكرة الثابتة. هل تكون كرة الهدف الثالث للشرطة من خلال هذا اللقاء؟ كرة تنفذ عالية باتجاه المرمى، حارس المرمى يخطأ بالأولى وبعد ذلك حصل الكرة. نبيل لمصطفى فلاح، محمد موسى لمحمد الحسن، كرة للأمام، أولاديو لماتيوس، كرة لميلاد مقطوعة خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس الآن. ربما هناك تغيير، خروج لنبيل صباح، دخول لجاسم محمد، كذلك خروج لمصطفى فلاح. جاسم محمد ومحمد إبراهيم